في مقدمة الفيديو كده يا جماعة حابين نعرفكم إن الفيديو ده مهم جدا للغاية، وخاصة إن إحنا داخلين على عيد الأضحى وناس كتير بتاكل في عيد الأضحى الكبدة نية. دي أخطر حاجة وأبشع حاجة إن أنت تاكل الكبدة نية، زي ما حضراتكم شايفين ممكن تاكل كبدة نية ويكون فيها بعض الحبوب دي. ولكن في مقدمة الفيديو كده يا جماعة فضلا وليس أمرا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، ويا ريت تعملنا لايك جميل كده عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس، وبكده يبقى أنت تسلم إيدك. زي ما حضراتكم شايفين في بعض نقط بيضة اهيت في الكبدة، طبعا هي دي بقى الحاجات الخطيرة اللي بتكون داخل الكبد. ولكن بعض الناس كمان بتاكل الكبدة دي نية، دي أخطر حاجة. طبعا احنا جايبين 4 فصوص كبدة ضاني بألوان مختلفة، لون أحمر داكن ولون وردي ولون أحمر فاتح، ال4 ألوان يا جماعة مختلفين. ولكن ناس كتير بتقول لي انت بتطول في الفيديو، فانا اسف لو انا طولت في الفيديو، ولكن انا عاوز اوصل المعلومه بما يرضي الله. ولكن نخش في موضوع الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم خالد من قناه الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعاده في السلسله اللي احنا قلنا عليها. طبعا الفيديو بتاع النهارده مهم جدا مهم جدا مهم جدا للناس اللي هي طبعا بتضحي، او الناس اللي بتشتري كبده بقري او كبده ضاني من اي مكان. طبعا الكبده الضاني بتتباع عند الجزارين العليقه على بعضها، ولكن احنا هنشرح على الكبده بس، يعني هنشرح على الكبده بس. دلوقتي لو انت عندك فتحيه العيد او هتذبح عجل في اي مكان، مثلا مش شرط العيد، او اي مناسبه في فرح او في عقيقه او في اي مناسبه خلاف العيد الكبير مثلا، تمام؟ ازاي تعرف ان الكبده بتاعتك صحيحه ولو فيها اي حاجه مضره ازاي تشيلها من الكبده؟ معايا دلوقتي بالخطوات واحده واحده بالراحه. هنبدا ان احنا نعرفك ازاي الكبده الصحيحه او ايه افضل طرق لعمل الكبده، وفي نفس الوقت كمان تعرف درجه لون الكبده الصحيحه. حتى لو كانت يعني في كبده بتبقى لونها اسود، وفي كبده بتبقى لونها يعني احمر وردي، وفي لونها بيبقى احمر داكن. ممكن تبقى كبده لونها احمر داكن وتكون سليمه 100% ما فيهاش اي حاجه. عشان ما تخافش، مع بعض دلوقتي بالخطوات واحده واحده بالراحه كده هنقول لك ايه هي الكبده اللي انت تقدر من خلال الفيديو ده تقدر تحدد الكبده الصحيحه او ان كانت مش صحيحه. جالي اكتر من كذا تعليق على فيديوهات كتير، ايه عايزين نعرف الكبده اللي هي مثلا المستورده او الكبده البلدي ايه الفرق ما بينهم. هنقول مع بعض كل ده في الفيديو، تمام؟ جالي اكتر برضو من كذا تعليق على كبده للناس بتعمل لي تقول لي في كبده بالجنه او كبده احنا بنشتريها بتكون سودة جدا. مع بعض دلوقتي هنبدا نعرف الكبده الصحيحه، هنبدا نقطع ونوريكم الحاجات اللي بتكون داخل الكبده ايه اللي بتترمي، ولو الحاجات دي موجوده هل ينفع ناكل الكبده، نطلع الحاجه دي وناكل الكبده، ولا الكبده تترمي على بعضها. هنبدا دلوقتي مع بعض في الفيديو واحده واحده كده بالراحه. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه القطعه اللي انا بقطعها ديت عباره عن قطعه دهن، ولكن هي مش قطعه دهن، دي بيقول عليها فص حلويات او حلويات الكبده، تمام؟ هنقول لك دي مهمه جدا ليه في الكبده، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين ده برضو قطعه حلويات او قطعه كده لحمه بتكون داخل الكبده، بتنعمل برضو مع الكبده عادي. زي ما حضراتكم شايفين ادي طرف كبده اهوت او قطعه من الكبده لونها احمر داكن، ولكن هي ممتازه جدا ما فيهاش اي حاجه ومش داخلها اي حاجه. طب ايه هو اللي بيكون داخل الكبده دوت؟ هنقول لك مع بعض دلوقتي واحده واحده كده بالراحه. زي ما حضراتكم شايفين ده طرف كبده احمر هو داكن، ولكن هو ممتاز جدا ما فيهوش اي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين اهوت ده بنقطعه اهوت زي قدامكم اهوت، ما فيش فيه اي نقط بيضه او اي علامات او اي حاجه داخل الكبده، وده بيكون صحيح 100% تماما. ونصيحه لوجه الله، إن ما كانتش الكبدة ديت طازة 100% ذبح اليوم فريش ما تاكلهاش، لازم تكون طازة ذبح اليوم. زي ما حضراتكم شايفين اهيت ده طرف كبدة اهوت ما فيش فيه أي حاجة. هنجيب لكم واحد تاني برضو نفس الشكل، يعني قريب لنفس الشكل ولكن هو مختلف تماما في حجمه، وفي نفس الوقت ايه هو برضو فيه الحاجة اللي احنا عاوزين نوصلها للمتابعين. ادي الحتة الدهن اللي انا بشيلها ده اسمه فص حلويات. الفص ده يا جماعة هنشرح عليه حاجة دلوقتي برضو، هنقول لكم برضو في نهايه الفيديو الفص ده لازمته ايه في الكبده، او انا سبته في الكبده ليه مرضيش اشيله في مقدمه الفيديو. ده يا جماعه الفص دوت بتحدد منه عمر الذبيحه وان كانت كويسه ولا لا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي في نهايه الفيديو. ادي برضو فص حلويات اهو بنشيله زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا دلوقتي بقى الفص الكبده ده او طرف الكبده ده عاوز اوصلك حاجه فيه. زي ما حضراتكم شايفين ادي النقطه البيضاء اللي احنا قلنا عليها في مقدمه الفيديو اهيت. النقطة البيضاء دي يا جماعة لو لقيتها في أي كبدة لازم بتتشال، بتترمي تماما،
ولكن واحد او اتنين او تلاتة بالنسبة في فص الكبدة مش كتير. ده تقدر ان انت تشيله وتستخدم بقية طرف الكبدة زي ما انا بعمل كده. زي ما حضرتك شايف كده انا بشيل الكبدة اهيت، بشيل الحتة اللي هي فيها الحتة دي. شايفين بقى يا جماعة الحاجة دي من جوه عاملة ازاي؟ فده اللي انا بقوله، يعني احنا نخلي بالنا جدا من الحاجة دي. وده اللي انا قلته في مقدمة الفيديو، ان الفيديو ده مهم جدا للغاية. الحاجات دي بتتشال وتترمي. لو لقيتها الكبدة كلها بنفس الشكل ده، لان انا ساعات بيقابلني برضو الكبدة هي زي ما حضراتكم شايفين فيها برضو حاجات داخلية بتكون صغيرة جدا وما هيش باينة، بتكون صغيرة وما هيش باينة. فلو لقيت الكبدة كلها كده ما تاكلهاش وارميها طبعا. وبحذر الناس اللي هي بتاكل الكبدة النية في العيد، ده بيكون غلط جدا، ان هي مصدر سموم الجسم سواء عند الطائر او سواء عند الحيوانات، وعند الانسان كذلك الامر. طبعا احنا كملنا بقية الكبدة اهيت ما فيهاش اي حاجة، هي الحتة بس اللي كانت في المقدمة ديت. طبعا احنا هنشيلها وبنرميها ما بنستخدمهاش. برضو احب اقولك على طريقه. لو احنا قلنا برضو في مقدمه الفيديو نقولك على طريقه للطهي. انا بفضل طريقه الطهي طبعا اللي هي بالطريقه الاسكندراني، ولكن في طريقه طبعا بعض الناس ممكن تستغربها الطريقه بتاعتي ديت، ان انا بسلق الكبده. يعني الكبده انا بديها سلقه لمده تلت ساعه او نص ساعه، بعد ما تتسلق بقطعها اسكندراني واعملها باي حاجه انا عايزها او الخلطه بتاعتي. في ناس يقول لي مفيش كبده بتتسلق، ولكن كل واحد وزي ما بيحب، او كل شيخ له طريقه زي ما بيقولوا. انا عن نفسي كبده الفراخ البيضه والكبده الضاني عامه بقطعها قطع، وبعد كده بسلقها لمده نص ساعه، بقطعها اسكندراني واسلقها. وبعد ما بسلقها بعملها عدد اسكندراني بتاعتي بالبصل والطماطم. فده بيكون افضل لي انا. طبعا لما بتتسلق بتنزل برضو يعني حاجه من الجراثيم اللي فيها او البكتيريا اللي فيها بتنزل مع السليق في الميه. وبعد كده تقدر ان انت تعملها بسمنه او بزيت طبعا، وتعملها اسكندراني عادي زي ما احنا بنعملها في البيوت بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين طرف الكبده دوت لونه طبعا وردي او لونه فاتح، لونه ابيض، يعني غير اللي احنا قطعناهم في الاول. زي ما حضراتكم شايفين اهوت اللون الوردي ده يا جماعه بيبقى لون ممتاز جدا عن اللون الاحمر. مش معنى كده ان اللون الاحمر بيكون بايظ، لا هو بيكون كويس. يعني اللون الاحمر برضو كويس، والورد ده بيكون افضل، لان بيكون الورد ده بيكون نسبة السموم او نسبة الهرمونات اللي فيه بتكون اقل طبعا من اللي هو الاحمر قوي. مش معنى كده يا جماعة ان الاحمر بيكون بايظ، لا هو بيكون كويس برضو مش وحش. ولكن الورد ده او لونه فاتح بيكون افضل بنسبة 90% من اللي هو الغامق. دي واحدة تانية يا جماعة. وزي ما قلنا الحتة دي احنا بنشيلها ديت. الحتة دي يا جماعة لو في ذبيحة كبيرة أو كبد اللي هي بتيجي مستوردة من بره من البرازيل أو من أي دولة بنستورد منها كبدة مستوردة، بيكون فيها حتة الدهن دي أو حتة الحلويات ديت بتكون صفرة تماما عن دي بيضة ولونها أحمر وردي. يعني هي بيضة ولونها أحمر برضو، ما هيش لونها أصفر. لو في ذبيحة كبيرة بتلاقي القطعة ديت في الذبيحة بتكون صفرة جدا تماما زي ما حضراتكم شايفين. شفتوا النقط اللي هي بتكون داخل الكبدة دي؟ الحاجات دي لازم واحنا بنعمل الكبدة يا جماعة نخلي بالنا منها تماما. ودي بتتشال على بعضها كده. لو لقيت بقى أكتر من واحدة 2 3 داخل الكبدة وانت مثلا مشتريها من جزار، يا ريت ان انت ترجعها له ما تاكلهاش، لان ما بتكونش كويسة. حضراتكم شايفين انا بطلعها ازاي اهي، بطلعها كلها على بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. كل ده لازم بيتشال تماما من الكبدة، ما بتتحطش في الكبدة وما بتتاكلش نهائي. يعني ممكن واحد يقول لي يعني لو واحد او اتنين ارجع الكبده، لا يعني هي لو واحد او اتنين فده عادي وارد في جميع اي حيوانات او اي حاجه بيكون وارد. لا انا بقول لك لو لقيت الكبده كلها بنفس الشكل ده، لان انا برضو بشوف حاجات زي كده، ولكن احنا ما بنحطهاش وما بنشغلهاش او ما بناكلهاش عامه زي ما حضراتكم شايفين. كل ده لازم بيتشال من الكبده تماما، ما بيكونش موجود. ادي بقى يا جماعه رقم واحد اهوت، يعني ده اخر حاجه زي ما حضراتكم شايفين. ده افضل قطعة احنا جبناها، افضل فص كبدة معانا هنا زي ما حضراتكم شايفين. شفتوا القطعة دي طرية ازاي ولونها ابيض ولونها احمر وردي، تدل ان الذبيحة كويسة وتدل ان الذبيحة بتاعتك لسه صغيرة. ودي بتتاكل برضو، يعني فص الحلويات ده بيتاكل ما بيترميش، ممكن تاكله عادي. زي ما حضراتكم شايفين حتة اللحمة اللي انا بشيلها دي لحمة، هي اوريها لك دلوقتي في الفيديو لونها احمر ازاي اهيت، لونها احمر ازاي كده، تدل ان الكبدة ديت كويسة، والكبدة ديت 10/10 وهي صغيرة في السن كمان.
في الكبده المستورده يا جماعه، وبحذر ان احنا ما ناكلش كبده مستورده. بتكون في الكبده المستورده بتكون هي اصلا لونها غريب الشكل. يا ريت نكون احنا وصلنا المعلومه للناس، ولكن انا مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده، عشان في ناس بتقول لي انت بتعيد المعلومه اكتر من مره، بس انا حبيت اوضح لكم. في احنا الفصل اللي فات لقينا في النص في حاجه، ده ما شاء الله ما فيهوش، وده افضل واحد معانا اللي هو ده. وبحذر وباكد على المعلومه ده يا جماعه، يا ريت ما ناكلش الكبده اصلا، ناكلها نيه، لان ده اخطر حاجه، وده بيعمل زي نظام جرثومه في المعده، او بيعمل ديدان، او بيعمل حاجات كتير من خلال الاكل الكبده نيه.